منور منور. السلام عليكم. السلام. الله يعطيك العافيه خالد. الله يعافيك يا رب. خالد، كيف هون اوضاع عندكم في المخيم؟ كيف عايشين؟ مثلا عم بيطلعوا على قناه الدنيا عم بيقولوا انه نحن في عنا حالات اغتصاب وفي عنا حالات سيئه، كيف المعيشه هون عندكم في المخيم؟ كيف المعيشه الاوضاع؟ ممتازه والعالم كلها مرتاحه وقمه بيقولوا الاريحيه عايشين فيها بين بعضنا اهل واحباب تمام يعني الامور. طب وبالنسبه لموضوع هلا عم بيقولوا على قناه الدنيا قال لا نحن عنا عصابات هون مسلحه بالخيام وعم بتصير حالات اغتصاب وفي سامر عصفور وعم بيذكروا اشخاص كمان انه هدول عم بيعملوا هيك مثل عمليات اغتصاب. بالعكس اذا بتدور على الشرف بتلاقيه بين الثوار بهالمخيم، يعني قمه الشرف وقمه الاخلاق، ما بتلاقي واحده بتطلع ببنت تطلع ما مضبوطه ابدا نهائيا. كل الناس اهل واحباب. بالنسبه لموضوع المنشق سامر عصفور، هو عسكري منشق، حاولوا يلصقوا فيه تهمه انه والله مغتصب وانه معتدي، كله كذب في كذب. الامر انه الشاب انه اغتصب مثل ما بيقولوا اغتصب حقه في الحريه، وحب يكون من الناس الشرفاء اللي نبذت الحكم السوري مثل ما بيقولوا. هو انسان ملتزم وهو رفيق ابني، انسان طيب كثير وملتزم ومتدين. هاي هي القصه. شيء طبيعي من قناة الدنيا ومن بشار الأسد يلفق هيك كذب، يكونه من بداية الثورة هو بيلفق قصص وكذب، يعني هذا شيء طبيعي. بعدين احنا استغربنا هالشيء طبعا. بعدين في قصة نزلت على الصحف، الصحف التركية حتى نزلوها، هي ملفقة انه في حالات اغتصاب و20 حالة ولادة غير شرعي. فما معقول هلا نحن خلال 3 شهور واسبوع نحن هون، ما معقول المرأة تحمل وتنجب خلال 3 شهور، امر مستحيل. 20 حالة من الولادة، هل يعقل هالشيء؟ يعني الانسان يحللها بعقله، امر مو منطقي ابدا. فكله كذب في كذب، وبشار تعود دائما هو واللمام اللي حواليه انه يكذبوا ويلفقوا، والعالم كلها في عقلانيه كامله لحتى تحلل الامر وتعرف انه كله كذب. هربنا من بلدنا مو خوف من الموت، نحن هربنا خوف عرضنا، مو نجي لهون الدنيا عرضنا. نحن جينا لهون لنحافظ على عرضنا. بعدين هون عايشين كلياتنا عائله وحده وكلياتنا احباب واصحاب، وما في اي حكي من اللي عم بيحكوها، كله حكي كذب بكذب. هن مثل رئيس الروح قلبهم الكذب، هن والقناه الدنيا. اذا بتصور وتشوف لا قفل ولا باب ولا مفتاح، كل العالم بتحط راسه وبتنام، بتحط راسه وبتنام ولا في شيء نهائيا. كل الخيام مفتوحه، كل الليل العالم بتنام. عايشين بامان تمام. كل العالم الشرفاء هي اللي هون، تمام. الشريف هو اللي هون. فاتحين خيم ومأمنين. بتصير شي حالات زواج عندكم مثلا في المخيم؟ ايه طبعا في حالات خطبه وزواج رسمي وشرعي وحفلات وموالد، قمه في الاخلاق وقمه في العالم كلها مبسوطه مع بعضها. وين الحجه قالت لي من شوي بدها توجه كلمه لبشار؟ بدنا شيء بشار الاسد قبل كل حساب، وشكرا للتركيه اللي حوها العالم، والله مليحين كلاتنا مبسوطين وقرايبيننا كلاتنا فرد عائله، يعني الجسري واللاتقاني والضياعجي والشي كلاتنا فرد عائله، والله ولا في عنا شيء ربي خلقه مثل ما عم بيحكوا بيطلعوا الاخبار. والله الحمد لله، وبس منا يحاكموا بشار الاسد ويشيلوا من سوريا كلها. ما بدنا اصلاحات. صحيح عم بيعمل اصلاحات كثير، وهي عمل لكم قانون اعلاء، مش رايكم قناه الدنيا؟ اصلاحات هو عم القتل، عم بيصلح، عم بيقتل، هذه اصلاحات تبعه. عم يذبحوا، ما شيء، مطلبنا عم يذبحوا والله يا ابني على الحدود، قتلوا مدري كم واحد. نحن بدنا نرجع على سوريا وما بدنا نحن بدنا نرجع على بلادنا وما بدنا شيء نهائيا. بدنا من الدول يشيلوا ويحاكموا. شو السبب ليش ما بترجعوا على بيوتكم؟ ما بنسجل الحدود مليان عسكر ومليان دبابات ومليان سلاح ومليان شيء، وين بدنا نروح؟ في اكثر من 70,000 معتقل من عدد القتلى. لا القتلى بالالاف، ما يقارب اكثر من 50,000 قتيل. نحن ما بنحسب نروح على سوريا. لا يا ابني اخوي ما اصلا عم بيفظع بالقتل، طرق القتل اللي عم بيتبعوها الايرانيين في بلادنا غير طبيعي. عم بيستعين بالقوى الثوريه الايرانيه. اخوي اللي عم يفرموه بالمعامل مثل شوندا. عم بيقتلوا اخوي اللي معتقلين وربطوه هيك قدام العالم، بس لا تجي الثوار تشيله. بس الاعلان السوري ما عم بيحكي. الاغتصابات اللي عم تصير بسوريا ما هون، الاغتصابات بسوريا من قبل الشبيحه والامن تبعونه. الحمد لله مبسوطين. هون خلينا نرجع على بلادنا. من سوريا
ونلقي بيوت وقفل ومفتاح ما كنا نأمن. والله لا في مفتاح ولا في مفتاح، نترك الخيمة هون الخيمة بس امينين والله ما حد بديته عشان عملنا. الاغتصابات ما لها تعداد بسوريا من الامن والشبيحه، بيكسروا الباب وبفوتوا بيغتصبوا البنت قدام اهلها. هون اكثر ما كنا بسوريا نايمين امان، هذيك عم نحط بيضات ونحط اقفال ونحط شيء وما عم نستجر منها، والله انهزمنا من ضلينا بيجي اسبوعين ثلاثه ما نمنا ونحن بالجبل بيركي. فرد عيلة يا اخي 4 بنات اغتصبوها قدام اهلها، 4 بنات جابتهم لهون امهم. وين هي العيلة؟ جابتهم لهون امهم. لا اله الا الله. 4 بنات. 4/21/9/2011 مخيمات يلدغ. الله يعطيكم